يا جماعة اللي بيحصل ده كده كتير وما يتسكتش عليه، واللي حصل لإيمي تاتو زي اللي بقى يحصل مع بنات كتير اليومين دول. طلعت في برنامج مع ريهام سعيد وقالت اللي حصل لها ان هي كان عندها مشكلة في رجلها اللي هي الدوالي، وراحت العيادة عشان تشيل الدوالي دي، واللي حصل ان تقريبا دكتورة مش متخصصة هي اللي اشتغلت لها في رجلها، وبسبب ان هي حقنت لها غلط رجلها ورمت وحصل فيها مضاعفات. ودي صور لرجل إيمي تاتو، وفي صور تانية مش هقدر اعرضها عشان ممكن الفيديو يتحذف. واللي حصل انها لما كلمت الدكتورة عشان تقول لها عن المضاعفات اللي حصلت لها في رجلها، الدكتور ردت وقالت ان هي ما تعرفهاش وان إيمي تاتو بتتبلى عليها. واللي حصل بعد كده من مضاعفات لإيمي تاتو ان وهي في الشغل رجلها الاولانيه جالها جلطه، وعقبال ما جابوها من المكان اللي كانت فيه للقاهره كان رجلها التانية جالها جلطه برضو واتحجزت في المستشفى. وموضحه كل اللي حصل لها بعد كده في الحلقه بتاعه ريهام سعيد، وانا هسيب لكم لينك الحلقه لو عايزين تتفرجوا.